فممكن اكون خدت القرار بتوظيفه او عدم قبوله من قبل ما اشوفه. كام صاحب عمل ممكن يخش يدور على مواصفات معينه ويلاقيني؟ لما يخش يلاقي البروفايل بتاعي هيخش هيلاقي ايه؟ التعليقات اللي انا بكتبها تساوي قيمه عند كل اللي بيشتغل في الموارد البشريه. البوستات اللي بحطها دلوقتي بقى عشان الواحد يشتغل في دول كتيرة النهاردة بقى يطلب حساباتك عشان يتعمل حاجة اسمها مسح فكري. يعني ايه؟ يشوفوا انت التوجه بتاعك عامل ازاي، سلوكياتك عاملة ازاي، النتورك بتاعتك عاملة ازاي، بتتفاعل مع الناس ازاي. ده بيديني تصور مبدئي عن اي حد هشتغل معاه من قبل ما اشوفه. فممكن اكون خدت القرار بتوظيفه او عدم قبوله من قبل ما اشوفه. فإذا كان السيرة الذاتية شيء مهم، إن أتدرب على مقابلة العمل شيء مهم، فالأهم منهم 100 مرة 1000 مرة الناس هتشوفني إزاي. وكل ما يشوفوني بشكل أكثر احترافيا كل ما اديت انطباع أفضل. لسبب أنا بتعامل مع شباب بقالي سنوات طويلة، دلوقتي أقدر أعرف الفرق ما بين الشاب المجتهد، الشاب الملتزم، والشاب الكيرلس اللي هو لا يهتم بأي شيء. تفتكروا أنا في يوم من الأيام مهما كان معاه شهادات ممكن أشتغل مع حد كيرلس؟ مش ممكن. البوستات اللي مكتوبة على الناس تقدر تقول لي إذا كان ده مهتم ولا غير مهتم، مهتم بإيه ومش مهتم بإيه.